بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم يا رب. النهارده بقى مش هتتخيلوا بجد التحلية دي احنا عاملينها ازاي. حاجة كده ولا تخطر على البال خالص، من مكون موجود عندنا في المطبخ هنعمل بيه احلى تحلية. ومش هتصدقوا ان من المكون ده هنعمل التحلية دي. بجد حاجة كده خرافة فوق الخيال، طعمها جميل جدا. واو، وجاءت اللحظة الحاسمة، وقد أتى إلينا هذا المكون. المكون بقى انتوا على فكرة هتتخضوا. لا ما تتخضوش بجد. من كوباية المكرونة دي ايا كان اي نوع متوفر عندك اشتغلي بيه. انا كانت متوفرة عندي السوستة دي فانا حبيت ان انا اطبق بيها الوصفة. يلا بينا بقى نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالمقادير بتاعتنا ونشوف الطريقة. اول حاجة طبعا قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندي هنا كوباية من المكرونة، عندي هنا حلة. هنحط الحلة دي على النار لحد ما تغلي، وبعدين ننزل بكوباية المكرونة دي. بس في تركة أنا عايزة أكد لكم عليها. المية دلوقتي كده غلت، هننزل بكوباية المكرونة. أنا عايزة المكرونة مستوية جدا، يعني بصوا بمعنى الأصح مهرية. خلاص كده تمام، هنسيب المكرونة تنسلق ونشوف بقية الطريقة هتكون ازاي. اول حاجة على المكرونة بتاعتنا ما تنسلق هنستناها، لا هنبتدي ان احنا برضو نطبق الخطوة اللي بعدها. عندي هنا بقى صينية، وهتقولوا لي صينية ليه؟ هقول لكم انا بحب اعمل الكراميل في صينية عشان بسرعة السكر يتكرمل معايا. حطيت كوباية صغيرة من السكر زي ما انتوا شايفين. عندي هنا كمان كوباية من المية عليها معلقة كبيرة هرمية من النشا. هتقولوا لي احنا مش عندنا نفس الكوباية دي ومش عارفين مقاديرها ايه. هقول لكم الكوباية دي خدت مني بالظبط 5 معالق من معلقة الطعام سكر طبعا، يعني 5 معالق كبار من معلقة الطعام سكر. انا عندي هنا السكر بتاعي الكرمل. نزلت بالكوباية اللي هي المية بالنشا اللي انا قلبتها كويس ونزلت بيها. طبعا التليفون كان في ايدي فانا ما كنتش عارفة ان انا اقلب السكر كويس، فجمد مني ولا هيهمني يعني. بالراحة خالص وطي النار عليه وهو هيفك لوحده. كده فك هو تماما وبقى كويس معانا اهو. هنزل بقى بمعلقة اسفة، هنزل بنقطتين 3 من اللون الاحمر، اللون الغذائي الاحمر، عشان انا عايزاها في الوصفة دي يكون الكراميل بتاعي احمر. وهيوصل معايا للنتيجة دي، يبقى كده تمام. شكرا. خشوا بقى على الخطوة الثالثة، وهي دي بقى اللي اقول لكم ايه. دي اللي بجد ما كنتش متوقعه ان هي هتبقى بالحلاوه والجمال ده. بصوا احنا سلقنا المكرونه خالص، خليناها مهريه خالص اهي. وانا هنا بقول لكم الميه بتاعت المكرونه دي فظيعه في المعجنات، فظيعه لو استخدمتيها في اي معجنات. خلاص كده المكرونه عندي سبتها بردت اهي. نزلت بمعلقه كبيره من النشا. على فكره انا ما استكفتش بمعلقه النشا، انا حطيت معلقتين كبار من النشا عشان تبقوا عارفين. انا زودت هنا كمان معلقه، ونزلت عليهم بمعلقتين من الصوبيا. لو مش موجوده الصوبيا انزلوا بمعلقتين من الكريم شانتيه، بس فظيعه بالصوبيا يا جماعه. وكمان معايا هنا كيس فانيليا وكوباية صغننة برضو من السكر، والسكر ده حسب الرغبة. زي ما انت عايزة، في امكانك ان انت تزودي تقللي حسب اللي انت عايزاه. وكوباية قيمة نص كيلو من اللبن. مسكت بقى كل الخليط ده كله وضربته في الخلاط، وبقى زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. تعالوا بينا نشوف بقى الخطوة اللي بعدها. رديته هنا في الحلة وابتديت ان انا اقلب بالمضرب كده. هنلاقي بعض حتت صغيرة من المكرونة، انا حابة ان هي تبقى كده. لو مش حابة فيك ان انت تزودي ان تضربيها كويس. بس هي اما بتلاقي قطع كده بتبقى رهيبة وجميلة جدا. امشي بس على الخطوات وهتعجبك جدا. قلبت اهون خلاص، وصلت للسمك اللي انا عايزاه. انا بحبها ان هي تبقى جوسي كده، مش عايزاها ان هي اما تسقع وتجمد كده تقوم قفشه، لا. اما بتبقى جوسي كده بتبقى جميلة جدا، وفي الطعم حتى بتبقى حلو. هدوقها بقى كده اشوف عايزه سكر ولا ايه. ظبطي السكر بتاعك وايه وكده تبقى تمام. يلا بينا بقى، احنا سيبناها بردت شويه، وخصوصا الكراميل الاحمر ده انا عايزاه يبرد تماما.
بصوا بقى، انا عندي كاسات، بولات، ايا كان اللي موجود عندك يا ست الكل اشتغلي بيه. مش ضروري يعني ان انا استخدمت الكاسات ان انت تستخدميها، اللي موجود ومتاح عندك اشتغلي بيه. هنا حطيت الكرم في القاع، ونزلت عليه بالطبقة البيضة بتاعتي اللي هي المكرونة، وعلى وشها بقى كده ايه حبة كرم الحمر. بصي بقى، الكورة في ملعبك، ورينا بقى الحس الفني بتاعك. انا اديتك الاساسيات، وانت بقى فني زي ما انت عايزة. يعني اللي يخطر على بالك، التزويق اللي يخطر على بالك كله اعمليه. اي حاجة حلوة واي حاجة من ايديكي زي الفل. يلا بقى، انا عملت معاكم كاسة، هي هنطبق كمان كاسة، عشان يعني الافكار برضو بتبقى ايه انت يعني انا اديك الفكرة دي، انت وحيلك انت بفكرة تانية، ف يعني احنا بنكمل بعض. بصوا، انا هنا خلفت الطريقة، حطيت الابيض تحت ونزلت عليه بالاحمر. وطبعا انا كان عندي هنا قشر البرتقال ده، انا بحب ان انا احتفظ بيه، وبعمله كده في الشربات، وبيفضل عندي في برطمانات كده احطها في التلاجة، وبحب ان انا ازوق بيه يعني من الاخر. وقشر البطيخ كذلك، اللي فوق ده قشر بطيخ اللي هو الاحمر ده. يلا اعملي بقى التحلية دي، بجد جنان، هتعجبك جدا، والطعم من الاخر تحفة تحفة تحفة. هيفوتك كتير لو ما طبقتيش الوصفة دي. يلا قومي طبقيها بقى وقولي لي ايه رأيك، وفي الاخر هتبقى بالشكل ده. بذمكم في اسهل من كده؟ وصفة سريعة وعلى قد الايد. يلا بقى، الفيديو بتاعنا انتهى. اسيبكم على خير واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. سلام.